السلام عليكم يا جماعة، معاكم قرد أبها هياط راعي الفلوقات لقرود أبها. إن شاء الله تعجبكم فلوقاتي ومغامراتي. يا جماعة أنا ما أدري كيف، بس لقيت ذا الأزرق الصغير فوق جنبي من الصبح، يقول لي إنه ضايع من قريته. قلت له اجلس نفلوق سوا. يقول ضايع من قرية السنافر، بس والله ياهو كثير حركة ما ارتحت له. وش رأيكم نخليه معنا ولا نوديه الجوازات؟ اكتبوا لي في التعليقات ايش تبغون أسوي في هالسنفور، فلوقات وإلا مغامرات وإلا أودية وآدي الجن. شكله حلو، عاد انتوا قولوا لي ارجعه ولا اخليه يصير معي دايم. شكله طيب بس يشرب قهوتي كثير. يا جماعة والله خايف يطلع لنا الحين شرشبيل ويحسبني انا كمان سنفور قرداوي وياخذنا وينحاش. يا رجال لو انا مكانك كان جلست في قرية السنافر ازرع ورد. بس يلا خلنا نكمل، ابغاك توصل للقمة مثلي، بس توعدني اذا وصلنا للقمة بتعلمني كيف اعيش بدون لا افكر كثير. زيكم انتوا السنافر. انا بشجعك بس لا تفشلنا قدام المتابعين. اذا طحت ترى انا ما برجعك للسنافر، بوديك عند قرود الطايف. ها سمعتوه؟ والله شكلنا بدأنا اللقافة، الله يستر، شكلي بسوي منه شوربة سنافر. بس يا الله بمسحها في وجيهكم. وبكذا نكون ختمنا فلوقنا السنفوري. إذا عجبكم المشوار أعطونا لايك واشتركوا، يمكن الحلقة الجاية بنروح نزور بابا سنفور في بيته. في أبا جابوا الموز الطازج طيب ونعم ذبحوا ببساطة، وطائف ما هيا بتتأخر، ردوا الهجوم صوت عالم شراسة، صوت البرود أضحك السامع، في التيك توك صاروا نجوم يابعين، حرب الموز ما بين الجبال، ضحك وترفيه ما في تهديد وزعل.